ازاي تعملي ايس كريم الاوريو والشوكولاته بامكانيات بسيطه جدا. المكونات عندك كلها موجوده في البيت، او بطريقه سهله جدا مش هاخد معاكي وقت خالص. زي ما انت شايفه كده. شكل الايس كريم روعه بجد، في مطه كده زي اللي بتجيبيه من بره واحلى كتير كمان. لانك انت عاملاه في البيت بنظافه، ومش مكلفاه زي ما هتجيبيه دلوقتي. الايس كريم بيتباع بره غالي جدا جدا جدا. يعني لو رحتي تجيبي بولة ايس كريم زي اللي انا عاملاها في الكاس دي، هتجيبيها بثمن يعني بسعر عالي قوي. تعملي الكميه دي كلها وهتشوفي ان احنا مش هناخد غير كوبايه كريم شانتيه بس في العمايل دي كلها وفي المكونات دي كلها. يلا بينا نبدا الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا معايا نص كوبايه كريم شانتيه خام، وهتجيبيها من عند العطار وتقولي له عايزه كريم شانتيه المتحده. تمام، ده احسن نوع تعملي بيه. حطيت كمان معلقتين سكر بودره. السكر بودره افضل علشان هو بيديكي كمان مطه مع الايس كريم. ومعانا كمان معلقتين لبن بودره كبار، ومعلقتين سكر كبار، ومعايا كمان كوبايه حليب متلجه من الفريزر. يعني كوبايه الحليب لازم تحطيها في الفريزر عشان تتلج وتبقى ساقعه جدا وفيها فتافيت تلج. تمام، حطيت كل المكونات دي كلها على بعضها وهبدا اضرب بمضرب الكهرباء. وبعد كده هحط كمان معايا هنا معلقتين نوتيلا بيضه. ما عنديش نوتيلا بيضه، ممكن مكعبين شوكولاته بيضه اسيحهم واسيبهم يبردوا، وبعد كده ابدا احطهم على الكريم شانتيه على الايس كريم بتاعي. طب انا لو ما عنديش بقى نوتيلا بيضه وما عنديش شوكولاته بيضه، ممكن نحط معلقه سمنه بلدي لو عندنا. لو ما فيش معلقه سمنه بلدي يبقى هنحط ممكن مكعب زبده وبس كده. يعني دي البدائل المتوفره اللي ممكن تحطيها. تمام. تمام، انا هنا بقى حطيت معلقتين النوتيلا. معايا كمان كوبايه ميه متلجه. يبقى انا كل المكونات او كل الكميه اللي انا هحطها على الايس كريم هحط كوبايتين، كوبايه حليب وكوبايه ميه. الميه هنحطها بالتدريج ونفضل نقلب لغايه ما هوريك القوام دلوقتي اللي احنا عايزينه هيكون عامل ازاي. تمام، هنفضل نضرب ونحط شويه شويه من الميه المتلجه لغايه ما نخلص كل الكميه اللي معانا. طبعا احنا عايزينه هنا ما يبقاش الضرب بتاع الايس كريم ما يبقاش تخين قوي، مش عايزينه سميك قوي. ليه بقى عايزينه خفيف شويه؟ علشان لسه هنحط فيه الاوريو، بسكوت الاوريو زي ما انتم شايفينه كده. احنا عايزينه بالشكل ده، مش زي اللي هو الكريمه بتاعه التورت، لا احنا عايزينه كده. ماشي. معايا كمان هنا بقى ايه 3 بواكي بسكوت من اللي هما فيه 6 بسكويتات اللي هو الاوريو. هنكسرهم بس كده يا جماعه بايدينا، مش عايزين نفرمه في المطحنه ولا حاجه، لا احنا عايزين نكسره كده زي ما بتشتري بقى الاوريو من بره. ايس كريم الاوريو من بره بيبقى قطع مش مفروم. فاحنا هنعمله بنفس الشكل ده بس كده. ومجرد ما قلبنا هنحط المكونات دي كلها هنفضيها في علبه ونحطها في الفريزر على طول. هتقعد معانا في الفريزر لمده 6 ساعات، وبعد كده نبدا نطلعها ونستعملها على طول. بس كده. هنا بعد ما قلبناها هنحطها في علبة محكمة الغلق ونشيلها في الفريزر. بس معلقة بقى كده سباتيولا او اللي هو السيليكون دول، نشيل كل حاجة موجودة في البولة وما نسيبش فيها حاجة خالص. بس بالشكل ده كده هنحطها في الفريزر بس كده. هنا بقى هنبدأ مع بعض نعمل ايس كريم الشوكولاتة. ايس كريم الشوكولاتة هي تقريبا نفس المقادير. احنا معانا نص كوباية كريم شانتيه، هنقسمها نصين، ناخد نصها هنحطه زي ما انا بحطه كده في البوله، ومعاه معلقتين اللبن البودره ومعلقتين سكر البودره ومعلقتين كاكاو خام. تمام. والنص التاني من الكريم شانتيه هنحطه في نص كوبايه الحليب التانية. يعني انا معايا كوبايه حليب، خدت نصها هحطه هنا كده مع الكريم شانتيه، معاه ربع كوبايه كريم شانتيه، ومعاه معلقتين لبن بودره ومعلقتين سكر بودره، وهنضربهم مع بعض. بقيت كوبايه اللبن بقى اللي هي نص كوبايه تاني ونص كوبايه وربع كوبايه بتاع الكريم شانتيه هنحطهم على بعض، ونحط عليهم كمان مكعبين شوكولاته. اي شوكولاته متوفره عندك، شوكولاته خام. اول ما يسخن اللبن هنحط فيه والكريم شانتيه مع بعض، هنرفعهم على النار، وبعد كده اول ما يسخنوا هننزل فيهم الشوكولاته زي ما انتم شايفين كده، ونسيبها على جنب لغايه اما تبرد خالص، وبعدين نحطها في التلاجة في الفريزر لغايه اما تسقع. هي كده هنا بقى بعد ما سقعت. تمام. يبقى دي ربع كوبايه حليب
على مكعبين شوكولاته كبار على ربع كوبايه كريم شانتيه. تمام، كل دول كده حطيناهم على بعض وحطيناهم على النار ما عدا الشوكولاته. بعد كده ما سخنوا حطينا الشوكولاته عليهم، وبعدين لما يبردوا خالص هنشيلهم في الفريزر، ولما يسقعوا نحطهم على الكريمه ونبدا نضرب بقى بالشكل ده. الكريمه عباره عن ايه؟ ربع كوبايه حليب، ربع كوبايه كريم شانتيه، معلقتين سكر، معلقتين لبن بودره، وضربنا كله مع بعض. ومعانا برضو كوبايه اللبن كوبايه الميه المتلجه حاطينها معانا على جنب علشان هنضيف شويه شويه من الميه، واحنا مش هناخد الكوبايه كلها المره دي هناخد كوبايه الا ربع بس، هيفيد شويه ميه من الكوبايه فمش هنستعملها كلها. ليه؟ لان احنا عايزين هنا القوام تخين شويه علشان احنا مش هنحط اي بسكويتات او اي حاجه. تمام. بس بقى زي ما انتوا شايفين كده هتفضلي تضربي لغايه ما تلاقي ايه القوام تضاعف، الكميه تضاعفت معاكي، وزي ما انت شايفه كده اللي هو القوام بتاعه اتقل من القوام بتاع ايس كريم الاوريو. بس كده. وبعد كده برضو هنحطهم في علبه ونشيلهم في الفريزر، وتحطي على وشها بقى اي حاجه انت عايزاها. ممكن تحطي عليها شوكولاته، شوكولاته شيبسي او اي حاجه، او ممكن تحطي بسكوت، تطحني شويه بسكوت وتحطيه على الوش، اي حاجه يعني اللي متوفر يعني عندك حطيه. اي نوع من انواع المكسرات، بندق، سوداني، اي حاجه بس تكون مجروشه، ما تكونش مطحونه في الكبه. تمام، تكون مجروشه مقطعه بسكينه يعني، او مكسراها كده تكسير بسيط. بس انا هنا بقى حطيت شوكولاته شيبسي كده على الشوكولاته زي ما انت شايفه كده. بس هنحطها في الفريزر، وبرده هنطلعها بعد 6 ساعات، وبعد كده هطلعها واوريها لكم ونشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده بعد ما طلعناهم شايفين شكلها تحفه يا جماعه بجد، يعني حاجه كده شايفين. فعلا يستحق التجربه. لو انت بقى وصلتي معايا في الفيديو لغايه هنا يبقى الفيديو عجبك، يبقى ما تنسيش اللايك الحلو بتاعك والكومنت الجميل. ولو انت لسه جديده معايا في القناه ولسه ما اشتركتيش واول مره بتشوفيني يبقى تنزلي جري 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 كده تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم على خير في فيديو جديد.